الناس اسوه بزملاتنا في المحافظات الثانيه، واحنا برضه في نفس الوقت كلنا كده خريجين مؤهلات عليا وعايزين نشتغل. لا فينا بلطجي ولا فينا حد، ومعانا مستنداتنا، اللي تثبت ان احنا لنا حقوق. ايه اللي حصل معاك؟ حصل معايا نزل فينا ضرب. خرطوش ونزلوا قنابل مسيله للدموع وجوه وانا لحد المستشفى العام بتاع بني سويف. اقول لك على معلومه، الراجل ده ودخل ورانا المستشفى العام وانا كنت واقف جوه بحل مع العميد اشرف جوه، بقول له يا سياده العميد افتح القاعه واستقبل الناس دي، دخل الناس جوه القاعه كلهم ولهم طلبات مشروعه، دخل الناس نزلوا فيا ضرب. انا داخل بتكلم وهو العميد ده اشرف واقف؟ العميد كان اشرف واقف، وقلت له يا سياده العميد احنا كذا، وكان واقف الاستاذ محمد سعيد اللي هو بتاع حقوق الانسان واقف. ضربته قدامه؟ اتضربت قدامه، وانا كنت واقف جنب الاستاذ محمد سعيد وبنقول له نفتح مجال للناس دي تعبر عن متطلباتها وطلباتها بلسانها. ما ينفعش ده ينوب عني وما ينفعش ده ينوب عني. فوجئت بالضرب نزل علينا من كل حته. الامن المركزي نزل فينا ضرب، مولوتوف طلع بتاع ده قنابل مسيله للدموع في ثواني ما نعرفش جت منين، لدرجه ان هم دخلوا على المستشفى العام ضربوا قدام المستشفى العام قنابل مسيله للدموع. دخلنا الناس، قلت للناس اللي واقفه اللي معاها طفل تخش بيه جوه عشان القنابل دي تتعب الاطفال. المستشفى العام ذنبها ايه؟ والناس ذنبهم ايه؟ واحنا ذنبنا ايه؟ احنا بنطالب بحقوقنا. تعالى يا جماعه، تعالى وسعوا لهم يا جماعه كده، وسعوا لهم. قوات الامن المركزي عاوزينه يتعاقب، بالهم ده لازم وسعوا لهم يا جماعه، يلا وسعوا لهم. تعالى جنبنا. الضابط المسؤول 1 2 3. قوات المركزي هنا البنزات لازم يتعاقب يا فندم. ضرب بالخزران. القائد القوات المركزي اللي هنا بتاع الشرطه المركزيه هنا لازم ده يتعاقب، لان هو السبب في كل ده، لان العساكر دي مش هتضرب من فراغ على فكره. العساكر دي واخده قرار بالضرب منه، عشان تبقى عارف يعني. احنا معانا ناس خدوها من غير ذنب دلوقتي، عايزين نعرف هي راحت فين، بنتصل بيهم مفيش اتصال، مش عارفين نروح نوصل لهم ولا نسالهم ولا نوصل لهم ازاي دول. والناس خدوها في الاسعاف ما راحتش المستشفى العام، طلعت على طول ما عرفناش راحت فين. يا ريت بس يقولوا لنا الناس دي راحت فين. حضرتك احنا كنا عارفين يوم الاربعاء اعتصمنا اعتصام سلمي. حضرتك انت جريدة ايه ولا انت هتصورك؟ حضرتك احنا كنا جينا يوم الاربعاء اللي فات اعتصمنا اعتصام سلمي، مفيش اي مشاكل خالص يا جماعه، احنا نعتصم اعتصام سلمي مفيش مشكله. محافظ قال ان هو عنده 4200 عجز في التربيه والتعليم مدرس. طيب 4200 ازاي؟ انا عايز افهم حاجه واحده بس، ازاي الهيكل التعليمي هيمشي بدون مثلا 4200 مدرس عجز في مدارس مختلفه؟ مش فاهم انا الحته دي لغايه دلوقتي. في حاجه ثانيه، قال يا جماعه انا ما عنديش مانع، قلنا له يا سياده المستشار احنا عايزين نتعين، احنا ناس متخرجه قاعدين اكتر من 8 سنين واللي ما اكتر من 10 سنين. يعني على سبيل المثال مثلا للحصر، انا واحد خريج مثلا من 2005 وعامل دبلومه تربويه لسان صناعه قسم انجليزي وعامل دبلومه تربويه في 2006، ومع ذلك مفيش اي حاجه، كل ما نقدم مفيش. تابع. طب هنفضل واقفين كده؟ مش هينفع. الناس اللي واخده دبلومات جت اعتصمت من حوالي اسبوعين شهر ولا حاجه، وراحت نزلهم في المجالس المحليه و183 واحد تقريبا. طب ازاي انت حضرتك انت بتعين ناس بدون مسابقه؟ هتحط مثلا معايير لمسابقه ونزل الناس فيها، طب ما حدش مثلا بعد كده اصلا. لا عين ناس، كان اغلب الناس اللي اتعينت دي كانوا معظمهم دبلومات. طب انت ساب المؤهل العالي ونعين الدبلوم. حضرتك مؤهل يا شيخ؟ انا لسان صيدله قسم انجليزي 2005 بنسبه 75%، ومعايا دبلومه تربويه بنسبه جيد جدا عاملها سنه 2006، ومع ذلك لا طايله تعاقد ولا طايله حصه ولا طايله اي حاجه. في حاجه احنا بنطالب بيها. يعني لحد الان انتم ما قابلتوش المحافظ؟ لا حضرتك المحافظ اصلا يعني بيقابلنا كل حاجات اصلا مالهاش اي لازمه، وكل حاجات اصلا يعني حاجات نظام ايه تثبيت على الفاضي.
احنا حضرتك بيقول عندي عايز 4200 واحد، حضرتك عندك 4200 واحد مدرس عاجز في الاداره في المدارس التعليميه. طيب حضرتك احنا يعني انت لو حسبت الناس كلها اللي في التربيه والتعليم دي كده تقريبا مش هنكمل العدد ده. في حاجه ثانيه برضه احنا يعني احنا عايزين نفسنا نتساوى بالمحافظات الثانيه. احنا في المحافظات الثانيه يعني في المحافظات الثانيه حضرتك في محافظه الاسماعيليه عين تقريبا 2200 واحد نزل، ومحافظ الفيوم برضه عين ناس. احنا عايزين نتساوى بيهم بس احنا مش بنطالب بابسط حقوقنا، مش اكتر من كده. ان شاء الله ان شاء الله.